اسمع كده وقول لي الكلام ده ما بيفكركش بحاجه؟ من ساحة شتورة سيري سيري يا مواكب الكرامة والشرفاء، من عكار إلى طرابلس إلى بيروت، ومن الجنوب إلى شتورة إلى مجد العنجر إلى ساحة الأمويين في دمشق إلى الأردن إلى مصر فإلى غزة لفك الحصار بإذن الله تعالى. تكبير. سيري سيري يا مواكب الشرفاء، سيري يا من ارتديت الموت رداء، سيري ولا تلتفتي إلى الوراء، فوالله خطاك إن شاء الله ستدون لك عند الله عز وجل، وخاصة في الوقت الذي صمت الكثير وسكت الكثير وخذل الكثير. انبرى هؤلاء الشباب من لبنان إلى غزة لتكون رسالة واضحة، لتكون رسالة بإذن الله تعالى فيها كل المساندة والمؤازرة والدعم والتأييد لإخواننا الذين الآن يقتلون ويبادون على مرأى ومسمع ومشهد كل العالم الذي ينظر. لن نتأخر عليكم لأن الطريق طويل بإذن الله تعالى، وسنكون معكم حيث يسمح لنا وحيث ينتهي بنا المطاف بإذن الله تعالى. بارك الله بكم، حي الله هذه الوجوه، تقبلكم الله، سرتم بحفظ الله وأمنه ورعايته، وإن شاء الله تكونون سببا حقيقيا واقعيا فعليا لفك الحصار عن أهلنا في غزة، تماشيا مع إخواننا الذين ساروا من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وكل العالم. هذه دعوة لكل أحرار العالم، لازم يكون في زحف بشري حتى نحرج هذا المحتل، وحتى أيضا يكون طوفان نغرق غطاسته بإذن الله تعالى. حياكم الله، ويلا سيروا، ربنا على بركة الله، ربنا إن شاء الله يرحم. احنا هنوصل لاخر حاجه مسموحه لينا، وطيروا انتوا بقى، يعني روحوا انتوا بقى، انا غسلت لكم دماغكم، مع السلامه انتوا. يا ديني على الافلام الحمضانه يا جماعه، انتوا ما بتغيروش. تقريبا كده الرساله وضحت ووصلت. الناس دي مبعوثه من مين، ومين اللي بيغسل لهم دماغهم، وايه الهدف اللي متخطط له بمصر. لا، وهو بعد ما